طيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم في وصفة جديدة، في حاجة حلوة جديدة هنعملها مع بعضينا. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. بسم الله، نبدأ وصفة جديدة ألا وهي صينية الكاستر، بسكوت بالكاستر والنسكافيه. هي دي الصينية اللي قدامنا ديت. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. هي عبارة عن صينية بسكوت بالكاستر والنسكافيه. المكونات بسيطة قوي ويعني متاحة في كل بيت. هنقول بسكوت، يعني اللي هو السادة، أي بسكوت سادة. أنا بفضل اللي هو ما يكونش فيه أي فليفر، يعني أي نكهة يعني خالص. فليكن مثلا بسكوت ميري اللي هو بتاع الأطفال. هتجيبي منه عدد البكاوي اللي على حسب عدد افراد اسرتك او حسب الصينيه اللي انت هتستخدميها. الصينيه اللي قدامي دي مقاس 20. خدت معايا 5 بكاوي بسكوت. اوكي. معانا نص كوبايه ميه، معايا نص كوبايه سكر، وربع كوبايه سكر، بس ده الحاجه وده الحاجه هنشوف دلوقتي. ومعايا 3 معالق كاستر، ومعايا معلقه ونص، 3 معالق صغيرين، سوري كبار، كاستر. ومعايا معلقه ونص اللي هي بتاعه الشاي، معلقه صغيره نسكافيه. دلوقتي الميه معلقين مع بعض على كيلو الا ربع لبن، ومعلقين جنبها على ميه. الميه غليت، هنحط ربع كوبايه سكر اللي احنا قلنا عليها. بسم الله، بسم الله. وعليها النسكافيه ونقلب. بسم الله. اكننا بنعمل بالظبط كوبايه نسكافيه بلاك، بس يعني كميه. كده خلاص تقريبا النسكافيه والسكر دابوا. كده هي سكرها مظبوط جدا. طبعا اللي عايز يقلل السكر يقلله، اللي عايز يكتر السكر بيكتره. دي طبعا حاجات حسب الرغبه. تمام. ده كده هوت هنسيبه دقيقه بس كده يغلي، وبعد كده هنطفي عليه. هنا اللبن هنعلق عليه تاني، لازم يكون بيغلي. وهنحط عليه نص كوبايه السكر. كده ضفينا على النسكافيه، حاطين عليه نص كوبايه السكر وهنقلب. وبرضو هعيد الكلام على حضراتكم تاني. اللي حابب يزود سكر حسب التذوق بتاعكم، واللي حابب برضو يقلل سكر. دلوقتي بعد ما حطينا السكر على اللبن وهو بيغلي، هنجيب ال3 معالق الكبار بتوع الكاستر وهنحطهم على نص كوبايه الميه. اوه، معلش على بسم الله. هنا هوت انا حاسه ان الكاستر خفيف شويه، هنتقله بكمان معلقه. زودنا الكاستر معلقه ونص كمان. دلوقتي بعد ما تقلنا الكاستر، هو الكاستر يا جماعه بيختلف من نوع لاخر. يعني دريم غير كوكس. انا بصراحه اعتمادي في كل المنتجات بتاعه كوكس هي اللي دايما بستخدمها في كل حاجه. بيكنج باودر، فانيليا، اي حاجه هو كوكس. بس انا مش عارفه هو في النشا وفي الكاستر ناقص ليه اليومين دول، فجبت دريم. دريم برضو حلو وكويس، بس
بحسه خفيف، عشان كده بتضاعف الكميه. يعني احنا كنا حاطين 3 معالق زي كوكس، بقوا 6 بقدرة قادر بقوا 6 علشان خاطر حسيت ان هو خفيف. تمام، انا عايزاه يوصل للسمك ده كده. برضو هو سايل وكل حاجة، بس ما يبقاش خفيف عشان يبقى لونه حلو. وفي نفس الوقت طعم الكاستر باين فيه. قبل ما هنحطه على اللبن هنعمل خطوة مهمة قوي. هنجيب النسكافيه اللي احنا عملناه وهنحطه على البسكوت. بسم الله. بسم الله. طبعا هو البسكوت مهما كانت الكمية، يعني بسكوت هيشربها، ما تخافيش. مش هيسيب سائل تحت خالص، كله البسكوت هيشربه. ومهم قوي ان تبقى الكمية كويسة ومناسبة علشان البسكوت يبقى طري معانا وكويس. تمام، عملنا الخطوة ديت. هنرجع لما اللبن غلي وكان خلاص هيفور، فكان لازم نطفي عليه بعد خلاص ما ظبطنا السكر بتاعه. اول ما هيبتدي يغلي هنحط عليه الكاستر. اهو انا هنا هو اللبن عندي بدأ يغلي، هحط عليه على طول الكاستر واحنا بنقلب. بسم الله. بسم الله. كل ما كان اللبن بيغلي وحطيتي عليه الكاستر، كل ما هتقلبي اقل وهيتقل معاكي بسرعه. لكن اذا حطيتي الكاستر على اللبن وهو لسه مغليش، هيتهيألك ايه ده لسه ما تقلش، طب انا هدوب حبه كاستر تاني في ميه. يعني هتبوظ الدنيا، وهتبص تلاقي الكاستر ده تخين جدا. فالاظبط حاجه ليكي ان اللبن يغلي صح. خلاص كده اهوت طفينا. هاخدها على طول احط على البسكوت. بسم الله. في ناس بتحب الكاستر يبقى اللاير بتاعتها رفيعه، الطبقه بتاعتها رفيعه. وفي ناس بتحب ان الطبقه تبقى تخينه. احنا بالنسبه لنا بحب ان الطبقه تبقى تخينه فوق البسكوت. وطبعا برضو ده يرجع آه، لذوقك وللي انت حباه انت واسرتك. تمام، هنعمل كده حاجه لطيفه قوي بالبرطمان النسكافيه كده على طول، زي ما يكون ايه نسكافيه مجروش كده على الوش. هو كمان هيسيح على الوش، هيبقى شكله لطيف قوي. ما تخافيش، مش هيدي طعم زاعق ولا هتحسيه قوي ولا الكلام ده. لا، هو يعني هيدي شكل اكتر منه طعم، لكن طعم النسكافيه هيبقى في البسكوت. بس يا ستي، وهو ده الشكل النهائي لأحلى وأسرع حاجة حلوة ممكن تعمليها في البيت بإمكانيات بسيطة جدا. ما هياش مكلفة خالص، وصحية وخفيفة على المعدة وخفيفة للأطفال. وتتعمل في 10 دقايق بس كده اهو. وبألف هنا وشفا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. دي طبعا بتتحط في التلاجة لمدة ساعتين 3 لغاية لما تسقع، انها بتتاكل ساقعة ساقعة يعني. ف انا يعني هسيبها بس تستهدى شويه عشان اعرف اقطع له قطع، وبعد ما اخرجها من التلاجة هوريكم شكلها عامل ازاي. ودي شكلها بعد ما قعدت في التلاجة حوالي 4 ساعات. هي المفروض يعني احسن لها انها تبات من بالليل للصبح علشان تبقى القطعة طالعة متماسكة كمان اكتر من كده. يعني انا بس استعجلت علشان خاطر التصوير وعشان خاطر اوريها لكم
بيبقى شكلها عامل ازاي. ان شاء الله تعجبكم، ويا رب بألف هنا وشفا. شكرا، واشوفكم ان شاء الله في الوصفة الجاية والفيديو الجاي. السلام عليكم.